السلام عليكم حبايب قلبي. راح اشرح لكم اليوم مبرهنة 7 بطريقة راح اخليكم تضبطونها نفس اسمكم وما اخليك تطلع من المقطع اذا انت ما ضابطها. راح اسويها لكم بشكل قصة حتى ما تنسونها نهائيا، مو مثل باقي المدرسين يشرحها الك وتحفظها يوم وثاني يوم لانك ناسيها وتروح تتورط بالوزارة تنساها. زين حبايب قلبي، هسه اول شغله لازم اساسيات هاي تحفظونها قبل كل مبرهنه، لازم حافظينها انتم تسميات تفيدكم بكل مبرهنه. اول شغله حرف اليو اللي راح نسميه احنا برشلونة، وحرف الاكس نسميه ريال مدريد. زين حبايب قلبي، برشلونة متكونة من مقطع واحد وهاي ريال مقطعين والاسم هم مقطعين حتى ما تنسونها. وعندنا هاي العلامة يتقاطع. زين حبايب قلبي، وعندنا هاي العلامة تحفظون لي اياها يحب، واحنا نسميناها يحب. وعندنا هاي العلامة يكره. زين حبايب قلبي هسه عندنا هاي اليو برشلونة والاكس ريال مدريد، وهاي يتقاطع وهاي يحب وهاي يكره. هاي لازم كل مبرهنة تحفظونهن. حبايب قلبي هسه شلون اعرفها مبرهنة 7؟ تعالوا وياي راح اعلمكم شلون تعرفونها مبرهنة 7 حبايب قلبي. طبعا نجي نقراها بالبداية. خلينا نشيل هذا الكفر. إذا تعامد مستويان في المستقيم المرسوم في إحداهما والعموديا على مستقيم التقاطع يكون عموديا على المستوى الآخر. حلو حبايب قلبي، نعرفها من تشابه الكلمات. شلون ياهل المتشابهة؟ نجي هاي حتى نميزها بين بقية المبرهنات ما تشتبهون بيها. شلون اميز مبرهنة 7 عن باقي المبرهنات؟ تشابه الكلمات حبايب قلبي. تلقون مستويان كلمة واحدة يعني هي هيك، وتلقون عموديا او عمودي مرتين متكررة، وتلقون مستقيم مرتين متكررة، وتلقون المستوي. شلون حبايب قلبي؟ من ذن الكلمات. هاي المستويان باعتبار مستوى ومستوى احنا نقول احنا 2، والعمودي 2 صار 4 كلمات، والمستقيم متكررة مرتين صار 6 كلمات، والمستوي 7 كلمات. وهي هي مبرهنة 7 كلمات بمبرهنة 7. يعني هاي مستويان، وهاي عمودي متكررة مرتين، وهاي مستقيم مرتين، وهاي مستوي. وين هنيابه؟ تعال اثبت لنا وش تضحك علينا انت. تعالوا وياي هسه هذا مو نص مبرهنة 7. هاي مستويان، وهاي مستقيم، وهاي عمودي، وهاي مستقيم، وهاي عموديا، وهاي مستوي. شوف مستويان باعتبار نقول 2، او مستقيم هاي صار 3 كلمات، والرابعة عموديا، والمستقيم هاي صار 5 كلمات، والعموديا صار 6 كلمات، والمستوي 7 كلمات حبايب قلبي. هاي عرفناها عن باقي المبرهنات. يابا هسه انتهينا من التمييز مالتها. زين حبايب قلبي، اثبت لي اياها مثلا اريد تسوي لي اياها بطريقة قصة. نجي للبداية. شو نجي؟ بعد ما ميزنا مبرهنة 7 عن باقي المبرهنات نطب لكم بالشرح مالتها اللي هو سهل جدا. بالبداية نجي على المسودة هاي راح تنقذكم انقاذ مو طبيعي. هسه هاي احنا قلنا برشلونة، وهاي هنا نقول فيلكا، وهاي ريال مدريد. يابا برشلونة خلفت ابن اسمه صديق بنجلاديش، وصديق خلف ابنية اسمها ديما. زين حبايب قلبي، هاي ديما. هسه هاي برشلونة، وهاي ريال مدريد، وهاي فلكة تقاطع يوقف بيها ابراهيم. فلكة ما تقاطع يعني تقطع بين ريال مدريد وبرشلونة يوقف بيها ابراهيم.
طبعا هذا ابراهيم مكروه. يابا ابراهيم انت صدق مكروه؟ قاعد تمزح يعني معاي ولا شو؟ بس احنا قلنا برشلونة وهاي فكة تقاطع يوقف بها ابراهيم، وهاي ريال مدريد. برشلونة خلفت ابن سميته صديق بنجلاديش، او صديق خلف بنية اسمها ديمة. زين حبايب قلبي، نجي للمعطيات. المعطيات حبايب قلبي قدامك سهلة والله العظيم. شلون يابا قدامي؟ انا اقول لك برشلونة تكره ريال مدريد، اكيد بنا تنكره. حلو هاي برشلونة، وهاي علامة الكره اللي هي هاي، وهاي خلينا ريال مدريد. هاي الخطوة الاولى. زين صديق هو مو ابن برشلونة، صديق ابن برشلونة، اكيد يحب برشلونة. هاي يحب برشلونة. حلو. وهاي تقاطعت ويا هاي، يعني برشلونة تقاطعت ويا ريال مدريد وطتنا ابراهيم. اكتب له برشلونة وعلامة تقاطع ويا ريال مدريد وتطينا ابراهيم اي بي. زين حبايب قلبي. بعد الخطوة، احنا مو قلنا صديق يحب برشلونة هو ابن برشلونة؟ صديق ويا ريال مدريد شنو علاقته؟ اكيد كره، فصديق يكره ريال مدريد. لا عفوا حبايب قلبي، مو ريال مدريد، صديق هو قلنا ابن برشلونة، وقلنا ابراهيم مكروه، فاكيد يكره ابراهيم. صديق يكره اي بي. كملنا من المعطيات حبايب قلبي. المطلوب اثباته. المطلوب اثباته سهل حبايب قلبي جدا. يقول لي اثبت لي صديق يكره ريال مدريد، لان هو صديق ابن برشلونة فاكيد يكره ريال مدريد. شلون يابا تثبت له؟ البرهان. بالبرهان ايش نكتب له؟ نكتب له في ريال مدريد اللي هو نعبر عنه باكس، نرسم هنا ديمة. احنا قلنا في ريال مدريد نرسم شنو؟ ديمة شنو علاقتها بابراهيم؟ ابراهيم مكروه فاكيد تكرهها ديمة. وتكتب له هاي الكليشة، خلي اكتبها لكم حتى ما يطيل المقطع عليكم حبايب قلبي. نكتب له في المستوى الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عموديا على مستقيم معلوم من نقطة معلومة. يابا ديمة منو ابوها؟ ديمة ابوها صديق شنو علاقته بابراهيم؟ قلنا ابراهيم مكروه، هم يكره ابراهيم. زين حبايب قلبي. وتلزقه هنا بمعطى صديق يحب برشلونة. معطى وين يابا صديق يحب برشلونة؟ يابا هذا المعطى. شوفوا حبايب قلبي، معطى خلي اكتب لكم عليه. هسه هنا رقم 1 هنا قلنا رقم 2 مثلا رقم 2، بس لا تكتب له انت رقم 2 حتى تحفظه. معطى رقم 2 وتلزقه هنا. زين حبايب قلبي. بعد ما كتبنا المعطى صديق، ايش بيه صديق صارت له زاوية. صديق كبر بالبداية، اخذ الاي وياه من كبر، اذن صارت له زاوية. حلو. صديق هاي الزاوية مالته ايش سوى لها؟ صديق كبر اخذ الاي مال ديمة. حبايب قلبي صديق صارت له زاوية اخذ الاي مال ديمة. زين صديق مو اخذ الاي مال ديمة، ايش سوى؟ اطاها بالتسعين. ايش تكتب لك كليشة؟ اكتب لك كليشة ويا هاي هسه اكتبها لكم.
حبايب قلبي تكتب له عائدة للزاوية الزوجية، وتكتب له ريال مدريد ناقص ابراهيم ناقص برشلونة. هاي يعني تجمعها كل الشخصيات بها، ريال مدريد وبرشلونة، وتحط ابراهيم بنصهم باعتبار كره كلها سالب لنا وسالب لنا. وتعريف الزاوية العائدة لازم تكتب له اياها. وبعد ما كتبنا هاي ايش تكتب له اياها؟ تكتب له قياس الزاوية الزوجية يساوي قياس الزاوية العائدة لها وبالعكس. زين صديق مو اخذ الايمال ديمة، صار بين ديمة وصديق خلاف. قام صديق يكره ديمة، قالت له ابوي الله لا يطيك ليش اخذت الاي مالتي؟ فقام يكرهها. ليش تدعين علي؟ تعال والله اريد اكرهك اليوم ديمة. زين وصلنا لاخر نقطة، هذا مو المطلوب اثباته، تشيله تلزقه هنا. اذن صديق يكره منو؟ يكره ريال مدريد. بس تكتب له وياه هذا كلام ويا هذا كلام، دقائق اكتب لكم. تكتب له اذا كان قياس الزاوية بين مستقيمين 90 فان المستقيمان متعامدان، وبالعكس المستقيم العمودي على مستقيمين متعامدين من نقطة تقاطعهما يكون عموديا على مستويهما. هاي لازم تحفظ الدرس، بس هاي راح اعلمكم شلون تحفظونه، سهل جدا. مو هذا المستقيمان زين حبايب قلبي، وهذا يجي على نقطة تقاطعهما. ايش قال؟ هو المستقيم العمودي، هذا المستقيم على مستقيمين متعامدات من نقطة تقاطعهما، هاي نقطة تقاطعهما يكون عموديا على مستويهم، المستوى مالتهم يعني الأصل. زين حبايب قلبي، زين أعيدها لكم إعادة سريعة. هسه قلنا احنا مو برشلونة ريال مدريد وبيناتهم كره، ويوقف ابراهيم هذا مكروه، وصديق ابن برشلونة وديمها بتة. زين حبايب قلبي، نجي للمعطيات. برشلونة تكره ريال مدريد اكيد، والصديق مو هو ابن برشلونة فاكيد يحب برشلونة، وبرشلونة تتقاطع ويا ريال مدريد وتعطينا ابراهيم، هذا ابراهيم بالفلكة حطيناه هنا. والصديق يكره ابراهيم مكروه، لو يبونه بالتقاطع لو يكرهونه. المطلوب اثبات للصديق يكره ريال مدريد. البرهان في ريال مدريد نرسم هنا ديمة تكره ابراهيم، ديمة يا هو ابوها صديق هم يكره ابراهيم، وتلزقه هنا بمعطى، المعطى اللي هو هذا تشيله تخليه هنا. صديق صارت له زاوية، اخذ الاي مال ديمة وصارت له زاوية. صديق اطاها بالتسعين، الطوبة بالتسعين. صديق مو اخذ الاي مال ديمة، صار بينه خلاف بينه وبين ديمة. قامت تكره ديمة، قالت له ليش يا ابوي تاخذ الاي مالتي؟ فدعت عليه سمعها هو قام يكرهها. صديق هنا صديق يكره ديمة. واخر شيء هذا تشيله، المطلوب اثبات تخليه هنا. زين حبايب قلبي، راح اوضح لكم الرسم، مطلوب ترى عليه درجتين هم حفظوه وياكم. هاي برشلونة، الملعب مال برشلونة، فأكيد هذا الملعب مال ياهو مال ريال مدريد. زين حبايب قلبي، زين هنا قلنا إبراهيم يوقف بالنقطة مال تتقاطع بيناتهم اي بي، هاي تقطع بيناتهم هاي. زين نخلي لنا سهم من هنا. انتم تخيلوا هذا ملعب وهذا ملعب، هذا مال ريال برشلونة وهذا مال ريال مدريد، وهذا يوقف ابراهيم بالتقاطع، وهنا سي مال صديق الدي، ونخلي دي هنا مال ديمة، بس تكررت الدي حذفنا واحدة وبقينا واحدة. الصديق هنا ديمة. زين حبايب قلبي، هاي المبرهنة وما بيها والله العظيم سهلة جدا. إذا أنتم تشوفون مثلا هسه صديق وهاي تحفظون تقول خاف ننساها، تقدرون تترجمون هذا الرموز إلى كتابة وتحفظون الكتابة، وطبيعي راح تدرخونها نفس اسمكم وراح تبقى ببالكم. زين حبايب قلبي، لهنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى تشتركون بالقناة وتوصلون لأكثر عدد من المشتركين حبايب قلبي.